السيد صابر، ومرحبا بالحاضر جميعا جميع الاخوان المنتخبين وغير المنتخبين. السيد ولي جيت بالميم لا كثر كاع المناقشه لانك انت حبستنا ومرحبا بك. حمي دخلت مرحبا بالضيافه اللي معاكم نزيدوك مرحبا بك انتم بكم. ثانيا انا قلت لا تعودوا كيف غيرك غير على بلدك ولا خايف ولا ضار. هذه هي اللي سمعتها. جميع الاخوان اللي تقدموا سابقين وناقشوا هذه المشكله الحاضرين انا معهم متفق معهم، انا عندهم حق هذا اللي يناقشوا، ولكن للاسف النقطه الاساسيه والمهمه عندنا احنا وعندهم هو وعندك انت السيد الوالي وعند الحكومه المغربيه ما ناقشها منهم اي واحد. شنو هي الساس وشنو هو الساس عندنا وشنو المهم عندنا تقليم قليمين. وانت السيد الوالي تعرفوا وانت المنطقه وتسمع به عن ساكنه قليمين سابقا تسمى وادلون، سوق وادلون معروف لافريقيا ومعروف للمغرب، عامر بالكسب والفلاحه والخلط. هذا اتصال في مدينه قليمين ليس في الجمعيات امس ولا اليوم للشام. هذا ما ناقشوا حد. انا كنطلب منك السيد الوالي الدعم الخاص والعزم الخاص والإعانة للبوادي وللكسب وللفلاحة. لا ندير فرز بين جماعة الإكساب ولا باين ولا فرقة ولا ينتسب. أنا بصفتي اسمي الخاص قريب شي حضير واحد من المستشارين جماعة البيار والقبيلة أيتياسي وفرقة. هذا مفروغ من السيد الوالي. ونشكرك طبعا وطبعا نحن اليوم مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك. لا ولا يقول لك السيد الوالي على ان احنا في الثانيين نسينا الراعة ونسينا التاء. واليوم على كل حال اصبح عندنا تاريخ جديد وصبحنا عندنا نرجع على طرات جدودنا وبالنا حرمة مولانا وحرمتك انت وفرحتك انت اللي اصبحت اليوم واحد منا ووصلنا وتعيش اللي كنا نعيشوه سيدي الوالي. شكرا لك نعاودوها. انا بصفتي من جماعه الابيار سمعت الاخوان كيشكون عدم الماء وعدم الزفت وعدم السكن وعدم هذاك. انا اتكلم عنك لا توجد عندنا نقدر ما نشربوها ولا يشربوها تلاميذنا. ونسمع الدوله كتبكي على اولادها وخيم تندفوا. هذا صحيح وانا مغربي مواطن حر بدون مقابل. ما هو لا كارت نعطاني ولا هبوطي نعطي الودي ولا نتي ولا ينعاش ولا قريمه. مواطنين الله الوطن الملك محمد السادس نصر الله. هذه واحده. سيدي الوالي بعدنا من القريمين 32 كيلومتر جماعه البيار والقياده البيار. المعلومات عندنا 120 باش نغسلوه ما نغسلوه لا نطهروه يبقى لو جرام ديال يجي 60 من القريمين ب 300 الى 650. وها هو المنتخبين وها هي السلطه المعارضه اللي موجوده تعرف عن ذلك. وانا زاد هذا التصوير امامك سيدي الوالي وحاضر معك ونطلب الله منك تزور جماعه البيار وجماعه السيفه كامله تكمل زيارتك. منين فيها كويام راسك منين فيها دايره راس وياه والجماعه وقياده البيار. وكنتكلم على العامه بصفه كامله منطقه قريمين بعد الكسب والفلاحه. لا نتكلم على دارنا ولا منطقتنا ولا دايرتي. انا واحد من القريمين ونتكلم بصفه عامه اي معرفه وإشكال. سيدي الوالي المطلوب من الله ومنك وان شاء الله تتوفر عليك وتوصل مهمتك فيه وهو كما زيارة الجماعات. لانه علاش الحكم لا يعفو الا التنفيذ. ما نصرح به وصرح به الاخوان السابقين كذبت ولا قلت حتى ثاني كذب فيه ولا تكون شي حاجه. انا نقول الله منك تشاهد او تعطي لجون مستقلات لا ينضموا لي انا ولا لغيري انا يشاهدوا يجزوا بحث مع الساكنه كساب فلاح. حمدنا مولانا عبدناه ما يجينا اللحم الاسترالي ولا من امريكا ولا كمل ولا خبز كل شيء منا ومن بلاينا ومن مناتنا. لا يوجد لنا مستوصف ولا يوجد لنا تعليم كافي ولا يوجد لنا ما هو الاساس نشربوه ولا توجد لنا طريقه صالحه. وانا امامك وامام الحاضرين راني زاز وهذا تقدم به عده ولايات سابقه ولا اجبرنا مولد. وهذا تقدم به عده عمال قبل الولايات من 2007 وانا مهاجين في 32 سنه اليوم مهاجين في الخارج ومنعت مني داري ومنعت من العائله ومنعت من المنطقه بسبب الطريق وسبب الرمال وسبب قله التدمير وسبب عده مشاكل كان احنا نصبروا فيها عائلاتنا ما بغات تصبر فيها وبناتي ما بغاو يصبروا فيها. لهذا السيد الوالي نشكرك عن الجماعات مثلا يراوغوا بينفيسي قالوه ولا خير يعدلوه ولا مشاريع يعدلوه. هذا كامل زين عندنا ولكن هذا كامل الاولويه لاش للكسب والفلاحه وكبر السن. لان اذا هاجت منطقه
ودخلت كامل المدينه كان مدخل على الله. اللي عامل اليوم في اليمين مازال خطط الدوادي، اللي عامل في الرحبه لا الحمد لله، العامل من البلد جاي من